أشكر ضيوفي وعندي كلمة. يعني الأحزاب والكتل تتحالف تختلف ما عاد يهم الناس شي بهذه الأخبار، لأن المواطن يريد خدمات ويريد أمن، ويومية الكتل تختلف وتتحالف والمواطن ما حد يحل مشاكله. المفروض والانتخابات قريبة الأحزاب والكتل تتنافس لخدمة الناس والحل مشاكلها وجلب الاستثمارات. لو كل حزب يتوجه على قضية خدمية بعلاقاته ويجيب مستثمرين كان هم انحلت كل المشاكل، وتبقون انتم صدق ممثلين الشعب. بس للأسف الصورة الموجودة عند الناس لا، الأحزاب والسياسيين صاروا أغنياء بعضهم، والمواطن مشاكله جاي تزيد، ومستويات الفقر بتصاعد. ايه والله تصاعد. امام كل الكتل مشاكل هوايه، نازحين، ملف امني، ملف اقتصادي، والناس ممكن تخلق بديل عنكم لان كافي جربوكم 14 سنه. تصبحون على وطن امن في